بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، في قناتكم محمد سبور. اليوم نتحدث بخصوص اللاعب الدولي الجزائري الذي يصنع ضجة في وسط إعلام الجزائري ووسط إعلام في السعودية وفي أوروبا خصيصا. بن ناصر، آخر أخبار تقال بن ناصر بأن AC ميلان يريد بيعه بعد حط المبلغ من أجل استخدام بن ناصر من أجل التخلي عنه مقابل 15 مليون يورو، وهو الذي أتى من أرسنال إلى ميلان ب 3.5 مليون يورو، وهو الآن يريد بن ناصر أجل الرحيل مع نادي ميلان والالتحاق بالنادي الآخر من أجل المشاركات واللعب باستمرار، من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، ومن أجل استرجاع موهبته. وبعد إصابة التي تعرض لها بن ناصر تراجع مستواه نسبيا بعد إصابة التي تلقاها مع المنتخب الوطني وAC ميلان، حيث نهت تقريبا مشواره بعد معاناة عامين وهو يعاني من هذه الإصابة. واليوم عاد إلى الميادين مع حيث لعب مع مارسيليا الموسم الماضي، عندما تخلت عنه ميلان بسبب مارسيليا مقابل إعارة ومقابل اشتراء عقده مقابل 13 مليون يورو، وما هو الذي لم يستطع دفعه AC ميلان عن بن ناصر. بن ناصر اليوم كان حديث حول انتقاله إلى فيورنتينا التي عرضت على AC ميلان مبلغ، وAC ميلان رفضت المبلغ ذلك، وهو الآن بعد دخول مفاوضات من السعودية من الهلال السعودي الذي كان يريد ضم بن ناصر، وهو الآن دخول الاتحاد السعودي بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما واللاعب الدولي الجزائري حسام عوار. الاتحاد، هناك مفاوضات تقول أن الاتحاد السعودي وأمامكم حول مفاوضات انتقال بن ناصر إلى الدوري السعودي. بن ناصر صاحب 27 ربيعا، وهو الآن تحت مفاوضات مع الاتحاد السعودي من أجل ضمه هذا الصيف. بن ناصر لاعب ممتاز وسط ميدان رائع وإنسان خلوق جدا، وهو الآن تفاوض شبه رسمي مع الاتحاد السعودي. بقيت هناك مفاوضات بين الاتحاد السعودي وAC ميلان من أجل التحاق بن ناصر إلى الدور السعودي. الاتحاد السعودي، نتمنى بن ناصر أن يتم الصفقة ويرحل إلى الاتحاد السعودي من أجل المشاركة دائما والالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري في تصفية كأس العالم وكأس إفريقيا على الأبواب في سبتمبر إن شاء الله. بن ناصر لاعب موهوب ولاعب تسديدات قوية. الاتحاد السعودي يقول في بيان صحيفة إسبانية، الفرنسية فوت ميركاتو، بأن بن ناصر اتفق رسميا مع الاتحاد السعودي. وعلي العجيمي اللاعب الصحفي السعودي هو أمامكم يقول شبه انتقال رسمي إسماعيل بن ناصر إلى AC ميلان والمشاركة مع الاتحاد السعودي الموسم القادم في كأس السوبر وكأس آسيا والدوري السعودي. نتمنى بن ناصر أن يلتحق بالدوري السعودي والاتحاد مع كريم بنزيما وحسام عوار، وإن شاء الله نراه مع المنتخب الوطني قريبا إن شاء الله، والعودة مستواه واللعب، ونشارك إن شاء الله يكون سهم في تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم بعد مباراتين أمام غينيا وبوتسوانا. ستكون مباراة قادمة إن شاء الله. نتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، فلا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.